السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو جديد وبوصفة جديدة. هاد الوصفة هادي كنت مخبيتها وكانت مخزونة حتى قعدت نطلع كيما هكا في تليفوني حتى لقيت هاد الوصفة كاع ملي كنت في دارنا. درت الطاكوس هذا اللي تشهه عبد الرزاق، درته له وجا بزاف بنين وجا بزاف شباب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. ما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك. شوفوا الحشو تاعه كيجي معسل ويجي بنين ومفرمج ما نحكي لكمش، والبنه طب. ان شاء الله تجربوه وعلى بالي بلي راح يعجبكم وينال رضاكم. درت على زوج انواع، درت تاكوس كاراتيني ودرت تاكوس اللي في المقله. اول حاجه راح نبدا بها، راح نماريني الدجاج تاعي، راح نقطعه كيما هكا مكعبات. انا هنايا درت غير نص صدر، شاولا هذاك النص صدر كبير. نتوما الا كان عندكم صدر تاعكم صغير ديروا صدر كومبلي. وكنت رابيت حبه بصله، درت البصله تاعي الاولى في الغيسيبيون، ابري زدت هذاك النص صدر ودرت سكنجبير، الزيت، درت الكوري تاع الدجاج، درت الملح، وعندي هنايا فلفل اسود. راح ندير من كل حاجه شويه شويه شويه. والعنصر الاساسي او المكون الاساسي عفوا هو الموطغد والليم. شوفوا راح يمد له واحد البنه وواحد لا دوغيغ ما نحكي لكمش بزاف شابه. نخلطوا هادشي كامل في رحبه، ابري نغطوه هكا بكيس بلاستيكي وندخلوه في الفريجر نخلوه يتمغينا ويشرب لنا هذاك الزيت. هاد البطاطا الشيبس هادي تاعي كنت تاني قليتها غير هكاك في الزيت. خلوا الزيت تاعكم يحمى مليح. هذه تنباع برا عند اللي يبيعوا العطور ولا عند الاليمونطاسيون، كاين اللي يبيعوها ولا في لي سوبرات تاني تلقوها. المهم كنت قليتها وخرتها على جهه، وهنايا هذاك الدجاج تاعي بعد ما تشرب لي هذوك لي زيبيس راح ندير مقله فيها شويه تاع زيت ونحط هذاك الدجاج تاعي يتقلى مليح، تخلوه مليح يتحمر. هنايا راح نوجدوا لاصوص بلونش تاعنا. راح نجيب هنايا لا كريم فريش، راح نحط كميه قيس كاس ونص هكذا، نتوما على حسب الافراد تاع العائله تاعكم. الا كان عندكم زعما الا كان عندك بزاف تاكوس كتري ديري كاع القرعه. هنايا راح ندير فرomاج رابي وراح ندير نص مكعب تاع الدارتينو فرماج عادي بورسيون، ونديرهم على النار وانا نحرك. هنايا شوفوا الدجاج تاعي كيفاش جا معسل، جا كاراميليزي بهذاك البصل، خلوه يتحمر يديلكم هذاك اللون الذهبي كي تاكلوا بنه ولا اروع. هنايا هذيك لاصوص تاعي بعد ما كانت داب الفرماج فيها وهي حمات، زدت هذيك الكوري تاع الفرماج وزدت الملح والحرار اللي هو الفلفل الاسود. وبالنسبه للملح ما تكتروش بزاف باسكو لي فرماج معنحين. راح نخلطوا هاد الصوالح كاع فيها رحبه. شوفوا التعليكه كيفاش جات بهذاك التفرميج. وهنايا سي بون كنت قليت تاني ديجا البطاطا باش نعمرها بيان سور من الداخل. هنايا لاصوص تاعي هنايا سي بون شغل. شوفوا كي بردت قعدت شغل ولات ماكم تشوفوا ولات ثقيله. هنايا اول حاجه راح نديرها في الطاكوس تاعي. الخبز تاعي ما طيبتهش، شريته من برا، كنت مقلقه في ذاك النهار. صافي درت لاصوص بلونش ابري زدت البطاطا الفخيت كنت قليتهم وهذاك سكالوب. وراح نزيد هنايا لاصوص هذيك بلونش، كتروا منها باش يجيكم الطاكوس تاعكم مشمخ ما يجيش ناشف. وراح نزيد هنايا الفرomاج سلايس، ثم هنا تنجموا تعوضوه بالفرomاج روج ولا اي فرماج يدوب. هنايا راح نبلع الحبة تاعي. العملية سهلة وبسيطة، عبالي بلي قاع تعرفوا ديروا طاكوس راني عارفة. هنايا صيبون راح ندير الحبة الزاجة. كنت دهنت الفرماج، تبغوا تزيدوا هريسة زيدوا، تبغوا تزيدوا صوص الجيريان زيدوا، كل واحد وش يبغي يعمر في طاكوس تاعه. هنايا راح نزيد تاني لي فريت ونزيد هذاك سكالوب بيان سور كما راكم تشوفوا، ونزيد هنايا لاصوص. هذه ماما خونت لي حبه بطاطا.
انايا سي بون درت هذيك العصاص، ابري نزيدو الفرماج كما درنا في الاولى، نكملو في الزوجه. كيما هكا ابري نبلعو الاطراف تاعها ونزيدو نكملو. عمليه سهله وبسيطه. هنا حوجتهم كاملين كيما راكم تشوفوا. هنايا راح ندير المقله تاعي تحمى هذيك المخطه، ولا تنجموا ديروها نتوما في البانينوز هذيك، وديروا الحبه تاع الطاكوس تاعكم على الجهه اللي يكونوا فيها الاطراف تاعها محلولين كيما راكم شفتوا، ما ديروهاش على الوجه تاعها. ابري انا عندي هذه اللي تبسط كيما هكا، تحمر شغل تبسطها من كل، شغل تحمرها من كل جهه، وراح نحمرها من الفوق ومن تحت. هنايا جبت الأير فراير وحطيت حبه تاع الطاكوس تاعي، وزدت فوقها هذاك لاصوص بلونش اللي كنت درتها ديجا عمرت بها طاكوس، راح نقيطاليها كاع من الفوقه. نتوما تنجموا تدخلوهم في الفوق، انا دخلتهم غير في الأير فراير. وراح نزيد هكا فروماج غابي وندخلها في الأير فراير. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. كما قلت لكم نتوما تنجموا تدخلوها في الفرن، تشعلوا عليها من التحت ومن الفوق ديريكتومون باش تحمر من الفوق ومن التحت. وإلا كان الفوق تاعكم يشعل غير من الفوق غير من التحت، شعلوا عليها من التحت كي تحمر لكم، شعلوا من الفوق باش يذوب لكم الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي تاعنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. ما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك. شوفوا الطاجين الطاكوس تاعنا كيف جا فرمج وجا بنين، توب 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 دي توب. اذا خليتكم على خير، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.